السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. نتمنى هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير في اتم الصحة والعافية ان شاء الله يا ربي. واول حاجة نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعواشركم مبروكة. نتمنى يا ربي اي واحد كيتمنى شي حاجة الله يحققها له يا ربي في هاد العواشر ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا الاقتراح ديال اليوم، هاد التحلية اللي كنحتاجوها في السحور. صراحة يعني التحليات كنحتاجوهم في السحور بزاف، كينفعونا في هذا رمضان. تحليه بالكنافه وكتجي واحد المذاق غزال، كتجي فواحد القرمشه رائعه. بالنسبه للمقادير كناخذ واحد تقريبا واحد 250 غرام ديال الكنافه عندي. انا صراحه البنات ما عبرهاش، ولكن تقريبا 250 غرام. وعندي نص طرود الحليب، عندي واحد الكاس ديال الياغورت ديال الفاني، عندي النشا وعندي سكر سنيده. غادي ناخذ هذيك الكنافه البنات، غادي نديرها في الهاشوار هكا. يمكن لي نقطعها غير بمقص ولا نفتتها بايدي، كيبقى لكم الاختيار. ولكن بالنسبه للهاشوار كيسهلها علينا دغيا كتقطع. غادي نطحنها على هذا الشكل هذا، ما كنبقاش نمرك عليها مره واحده حتى كنشوف كيفاش ولات. هنا باقي خصني مازال نزيدها مازال، حيت انا بغيتها طريفات صغارين. غادي ناخذ واحد المقله نضيف لها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، وغنضيف عليهم واحد شويه ديال الزيت، غير باش ديك الزبده كترخف ليا شويه. كندوبوها مزيان. كيف قلت لكم غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الزيت، وغادي نضيف ديك الكنافه ديالي اللي طحنات على هذا الشكل هذا. كيف شفتوا طحنتها رقيقه. غادي نخلطها مع ديك الزبده وغنبقى نحرك مزيان على نار اللي كتكون مهيله. ضروري تكون النار مهيله باش ما كتحرقش لينا الكنافه، لان كانت النار مجهده ديك الكنافه اللي تحت غتحرق واللي الفوق باقا ما طيباش. بالنسبه هنا غادي يبان لنا بحال راه تخسرات لينا ديك الكنافه ديالنا وتكتلات لينا بالزبده، ولكن لا، غير مع التحريك ومع حتى وهي كتحمر وهي كترخف كنبقى نضغط عليها هكا بسباتيل حتى كتفك مع بعضها. ولا كندير لافوي وكنبقى نسرحها هكا بلافوي حتى كتحليه مع بعضها. الا خفتوا ما تنجحش لكم هاد الخطوه، يمكن لكم تفكوها بالزبده قبل عاد باش ديروها في المقله. صافي كنبقى نفتتها هكا بلا فوي، وفي نفس الوقت هي ملي كتحمر راه هي يعني كتفرق على بعضها غير بوحدها. كنستمر في التحريك على هذا الشكل. كيف قلت لكم اهم حاجه ان النار تكون مهيله بزاف باش كتحمر لي هاد الكنافه على خاطرها، وكيجي فيها واحد اللوين اللي مذهب، ما محروقه، ما فيها لا بنات المروره لا والو. كيف كتشوفوا معايا كتحمر بالتدريج بشويه بشويه حتى كيجيني فيها واحد القرمشه رائعه. وفي نفس الوقت كتجيني فيها واحد يعني كيجيني فيها واحد اللوين زوين. صافي غادي نستمر. كيف كتشوفوا معايا كنستمر في التحريك في هذا الاثناء. غادي حتى كنقرب نطفي عليها بواحد 2 دقائق تقريبا. كنضيف واحد 2 معالق ديال السكر ثقيل اللي كنغربلهم فوق من هذه الكنافه هذه، وكنستمر في التحريك وكنخلط مزيان حتى كيتلبس ليا ديك الكنافه بداك السكر الثقيل اللي ضفت منها. كيعطيها واحد القرمشه، كيزيدها قرمشه، وفي نفس الوقت كتجينا فيها واحد شويه ديال الطيبه ديال الحلاوه. راكم عارفين هي كتكون ما فيهاش يعني مسوسه، وحنا غنحتاجوها في التحليه ديالنا يكون فيها واحد شويه ديال الحلاوه. كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنحركها مزيان كيف قلت لكم حتى كتلبس ليا داك السكر الثقيل، وفي نفس الوقت كتجيني محمره ومقاده في اللون واحد على هذا الشكل هذا. دابا غادي نطفي على الكنافه ديالي وغندوز نقاد معكم التحليه. ضفت واحد نص لتر ديال الحليب اللي غادي نشعل عليه النار. غنضيف عليه واحد 2 معالق ديال النشا. صراحه انا لقيت عندي واحد الكاس ديال العنبه ديال الحليب كاين، لقيته عندي في الثلاجه وضفته على هذا الحليب هذا. من بعد ضفت 2 معالق ديال النشا، ضفت واحد 2 معالق ديال السكر سنيده. يمكن لكم تضيفوا 3 المعالق، كيبقى يعني السكر على حسب الذوق ديالكم. انا مبغيتهاش تجيني حلوه بزاف، بغيت يكون الحلاوه ديالها في القياس. وغادي نخلط مزيان وغادي نخلي هاد الخليط ديالي كيعقد على شكل. كيف كتشوفوا معايا راني ضفت كاس ديال الحليب، يعني قياس راه ماشي هو هذاك اللي كان في الاول. صافي وغادي نستمر في التحريك على نار مهيله، وضروري من التحريك البنات باش ما كتحرقش لينا من تحت ديال الكسرونه. وغادي نستمر على هذا الشكل هذه حتى كتعقد ليا مزيان التحليه ديالي. دابا غادي ناخذ ياغورت ديال الفاني كنضيفو على هذا الشكل هذا. صراحه كيعطيها واحد القوام اللي هو كريمي وكيزيدها حتى المذاق، ولكن حتى القوام كيجي رائع البنات. غادي نبقى نحرك حتى كيمتزج ليا داك الياغورت مع التحليه ديالي. صافي وغادي نطفي. غادي ناخذ لافوي باش غادي يتوزع ليا داك الياغورت على الخليط كامل على هذا الشكل هذا.
وكنطفي عليها وكتعطيني واحد القوام كيف قلت لكم اللي كريمي كيجي احسن. يمكن لنا نضيفوا عليها قطع ديال الشوكولاط ابيض الا بغينا نزيدوها للذة. غادي ناخذ دابا الكؤوس ديالي. كيف كتشوفوا معايا الخليط راه جا كريمي وخطير، ولكن قبل غادي نغطي عليه وغنخليه يبرد شويه، لان هذه الخطوه مهمه. لانني الا درت هاد التحليه مع الكنافه في هاد الاثناء وهي سخونه، كونوا اكيدين ان هذيك الكنافه ما غاديش تبقى في ديك القرمشه ديالها، غادي يبرد لينا ديك القرمشه ديالها لان خليط سخون. كنخليوه حتى كيبرد وغنعاودو نطربوه على هذا الشكل هذا، غير كيدفى لينا بعدا ما تيبقاش سخون بزاف. كنعاودو نطربوه على هذا الشكل. ضروري تنغطيو ليه الوجه ديالو باش ما يكيداش واحد الطبقه الفوق. ودابا غادي ناخذ الكؤوس ديالي، غادي ناخذ واحد المعلقه. كيف كتشوفوا معايا الكنافه كيفاش جات، يا سلام صراحه. جات مذهبه، فيها واحد اللوين مذهب وزوين، وفي نفس الوقت جات مقرمشه بزاف صراحه. جا اللوين ديالها مذهب ومقاد، ما جات لا محروقه لا والو. كنوزع واحد المعلقه تقريبا ولا معلقه ونصف في القاع ديال الكؤوس ديالي، وغادي نضيف واحد القياس ديال التحليه غير قليل حتى هو. كنبقى ندير طبقات، طبقه بالكنافه طبقه بالتحليه، كنضيف واحد القياس اللي هو متساوي. ودابا غادي نضيف عاود ثاني طبقه ديال ديك الكنافه. كتبقى مقرمشه لان الخليط برد عندنا، حنا كناكلو هي فيها القرمشه يعني ماشي بردات. كنعاود نضيف قياس ديال هاد الكنافه هادي، وغنعاود نضيف ما تبقى من التحليه. كنعمر الكؤوس ديالي كاملين بالتساوي. صافي غادي نعاود نصب التحليه ديالي كامله من الفوق، وغادي نعاود نزين ليها الوجه ديالها بالكنافه على هذا الشكل هذا. صدقوني هاد التحليه كتجي غزاله، وكتجي فيها ديك القرمشه في الوسط. يعني حنا تناكلوا التحليه ديالنا وفيها واحد القرمشه في الوسط كتجي رائعه. غادي ناخذ واحد شويه ديال لوز ايفيلي للتزيين وصافي. كنضيفو كنحمرو كنضيفو على الوجه ديال التحليه على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين يمكن لينا نضيفوه يمكن ما نضيفوش، يبقى غير ديك الكنافه من الفوق. يمكن نضيفو شويه الكراميل، يعني التزيين كيبقى حسب الذوق. وغنضيف واحد الحبات ديال فرومبواز حتى هما غادي نزين بهم من الفوق. وهذه هي التحليه ديالي البنات، كتجي رائعه. كنحتاجوها هكا للسحور او العشاء كديسير. صراحه كتجي غزاله، تجربوها، نتمنى تعجبكم. هي هذه البنات، شفتوا بنات الطبقات كيبقاو تحليه واخا بردات، يعني كتبقى كل حاجه في بلاصتها. نتمنى تعجبكم. اللي عجباتكم ما تنسونيش من تعليقاتكم زوينه، ما تنسونيش من الضغط على لايك. الناس اللي غيشوفوا الفيديو اول مره نتمنى يشتركوا ويضغطوا على الجرس باش يوصلهم دائما الجديد. السلام عليكم، في امان الله. فيديو قادم.